الصراع أو ما اصطلح بتسميته الصراع الرياضي ابتدى بعد إقرار مجلس الأمة عام 2007 قانون 5 على 2007. وقتها كان الصراع ينحصر بين مجموعة تنادي بتطبيق القوانين سواء من رياضيين أو من سلطات رسمية حكومة ومجلس، وبين مجموعة أخرى مهيمنة على المؤسسات الرياضية المحلية متمردة ولا تريد تطبيق القوانين، تعتقد بأن قانون 5 على 2007 يضرب مصالحها بالصميم. اليوم تحول هذا الصراع من قضية عدم تطبيق قانون وعدم تطبيق قانون إلى قضية تعسف بالتشريع، تخبط بالتشريع، بينما الطرف الآخر ملتزم ويتفرج. ويعني أعتقد بأنه مسألة الإيقاف اللي فرضت علينا من المنظمات الدولية عززت موقف الطرف الآخر المتمرد، لأن اليوم أنا لا أجد طرف متمرد على القوانين حقيقة، وأتحدى أن يثبت لي شخص ما في الحكومة أو في المجلس بأن هناك مؤسسة رياضية، نادي كان أو اتحاد رياضي أو حتى اللجنة الأولمبية تجاوزت القانون المحلي. أبدا لم يحدث، مثل ما كان يحدث في عام منذ صدور قانون 5 عام 2007 إلى أن صدر قانون 26 أو مرسوم الضرورة 26/2012 اللي صادق عليه مجلس الأمة. بعدها اختلف الوضع، تحول الصراع من صراع تطبيق قانون من عدمه إلى قضية إيقاف وطرف آخر يتفرج وملتزم بالقوانين المحلية، بينما هو فعليا منتصر على الطرف الحكومي والطرف النيابي، لأنه لم يخرق القانون، لم يتجاوز القانون اللي أقر أصلا مجلس الأمة وشرعته الحكومة، وشبح الإيقاف مخيب على الكويت منذ ذلك الوقت بسبب سوء التشريع، قصر النظر، شخصانية التشريع، سمها ما شئت. لذلك أنا قلت النتيجة اللي يدفعها اليوم الشباب الرياضي والرياضيين في الكويت هي محصلة لأخطاء والتجاوزات ارتكبتها السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية بحق الرياضيين والجسد الرياضي. شوف، أنا إذا سألتني عن رأيي، أنا أعتقد لا يجوز مشاركة أي رياضي كويتي تحت العلم الأولمبي في أولمبياد ريو لعدة أسباب على رأسها وأهمها هي قضية السيادة الوطنية. يعني الرياضي ليش يشارك في المحافل الدولية؟ يعني أعتقد أنه الهدف الأساسي والأسمى له هو رفع اسم بلده وعلم بلده بتحقيق مراكز باللعبات اللي يشارك فيها. طبعا بالتأكيد أكو أهداف أخرى من ضمنها تحقيق الطموح الشخصي وممارسة هوايته، لكن اليوم إذا لم أستطع أنا أن أحقق هدفي الأسمى اللي من أجل أنا شاركت، وهو رفع علم بلدي واسم بلدي بالمحافل الدولية، أعتقد يفترض أن لا أشارك أصلا. يبقى اليوم لماذا لم تمنع الحكومة بعض اللاعبين من المشاركة تحت العلم الأولمبي؟ هذا يسأل فيها وزير الشباب والإعلام سلمان الحمود. لست مخولا أن أجيب. أعتقد بأن الحكومة اليوم متورطة بأنها تريد تخفيف الضغط الشعبي والرياضي عليها بسبب تخبطها بالموضوع الإيقاف، بإتاحة الفرصة من خلال باب موارد بمشاركة الرياضيين بالأولمبياد تحت العلم الأولمبي. وأنا أتصور هذه إهانة للكويت، ما كنا نتمناها ولا نتمناها. وهذه حدثت في آسياد غوانزو، وقتها أنا كنت عضو مجلس أمة وكنت نائب رئيس لجنة الشباب والرياضة، وكنا معترضين. وأنا أتذكر كلمت الله يرحمه وزير الشؤون في وقتها، ما كان وزارة الشباب موجودة، استحدثت مؤخرا، كان وقتها الله يرحمه الدكتور محمد العفاسي، وحتى رئيس الوزراء، لابد من صدور قرار بمنع أي رياضي كويتي من المشاركة تحت العلم الأولمبي. لا يجوز. المسألة مسألة سيادة، ويعني إن لم نشارك تحت العلم الكويتي ولم يحقق الرياضيين طموحهم وطموح أهل الكويت برفع العلم، فلا جدوى أصلا من المشاركة. لكن اليوم يسأل فيها وزير الشباب ويسأل فيها رئيس الحكومة جابر المبارك والحكومة مجتمعة، لماذا لم تصدر قرار بمنع الرياضيين من المشاركة؟ بالمناسبة يعني في فترات سابقة على ما أذكر صدرت قرارات حكومية بمنع مشاركة بعض المنتخبات ببعض الدورات لأسباب سياسية. صحيح أنه بعض الجهات خالفت وشاركت، لكن بالنهاية
الأقل الموقف الرسمي يكون واضح بأن دون مشاركة الكويت تحت العلم الكويتي لا يجوز مشاركة أي رياضي بالأولمبياد. لا أعلم حقيقة الأسباب، لكن أعتقد أن السبب الأساسي هو الضغط الذي تعاني منه اليوم الحكومة بسبب الإيقاف وشبح الإيقاف وتخبطها وعدم قدرتها على حلحلة هذا الملف والخروج من هذه الأزمة. لا أنا أرد أقول لك، هو الوزير متورط يريد تخفيف الضغط اللي قاعد يواجهه هو مجموعته في عدم قدرتهم على حل الملف والخروج من أزمة الإيقاف من خلال هذا الشباك شنو؟ شاركوا في الأولمبياد تحت العلم الأولمبي، خلوا الناس تستانس، لأن احنا عجزنا عن حل المشكلة. لا نستطيع حل المشكلة قبل الأولمبياد، علينا إيقاف، لدينا أبطال، هناك ضغط شعبي، لا نريد لهذا الضغط الشعبي أن يتزايد علينا، وبالتالي هذا الشباك مفتوح، من يريد المشاركة الباب مغلق لكن الشباك مفتوح. هذا بالضبط ما تفعله الحكومة، وحتى وزير الشباب اللي أنت مثل ما تفضلت هو الرئيس الفخري لنادي الرماية، هناك 6 رماة مشاركين. يعني هذا دليل واضح لأن يعني المسألة ما هي مسألة مشاركة تحت العلم من عدمه. ليش أنا بزيدك من الشعر به؟ حسب معلوماتي أن بعض الأبطال اللي يريدون المشاركة تحت العلم الأولمبي ذهبوا بمعسكرات بتمويل من الهيئة العامة للشباب والرياضة. هاي معلومة الكل يعلمها. طيب إذا أنا رافض المشاركة تحت العلم الأولمبي، كيف أصرف ميزانية لمعسكر ونعلم بأن الغرض من هذا المعسكر هو المشاركة بهذه الدورة اللي أنا اتخذت قرار بعدم المشاركة فيها؟ هم يريدون تخفيف الضغط الشعبي عنهم لا أكثر ولا أقل. والله أنا طالب الحكومة بأكملها بالاستقالة، لأنها فشلت أصلا بحل كل المشاكل بالكويت، ما جت على الشيخ سلمان. لكن بكل تأكيد أنا ذكرتها يمكن قبل سنة في إحدى الندوات، وأعيد وأكرر، مشكلة سلمان الحمود أنه يدير الملف بطريقة ون مان شو، يعتقد بأنه عالم بكل الأمور، قادر على كل شيء، لا يريد الاستعانة بأحد، وهذا سبب كل مصائب. الجانب الآخر اللي يعاني، أو المشكلة الأخرى اللي يعاني منها سلمان الحمود، هي الشخصانية بالتعامل، وتحويل القضية من قضية حق وباطل، من قضية تطبيق قانون وعدم تطبيقه، إلى قضية تصفية حسابات ومعركة كسر عظم بينه وبين أبناء عمومته، واللي لا حنا ولا الرياضيين لنا ذنب ولا لنا لا علاقة ولا جمل في هذا الأمر. هذه بالضبط مشكلة سلمان الحمود ومشكلة الحكومة بأكملها. ما في دور. الهيئة العامة للشباب والرياضة بكل أسف ليس لها دور على الإطلاق. كل الأدوار مختزلة بفرد، هو وزير الشباب. نكون صريحين يعني. وأنا أعتقد أحد الأسباب الأساسية هو أنه يعني وسد الأمر لغير أهله. تعيين الأخ العزيز أحمد المنصور، وإن كانت شهادتي فيه مجروحة، أخ وعزيز والكل يشهد بنزاهته ونظافته بمناصبه السابقة، لكن أعتقد بأن اختيار غير موفق على الإطلاق، لأن أحمد المنصور بعيد كل البعد عن الرياضة والرياضيين ومشاكل الرياضة، ولم يكن رياضيا يوما من الأيام. يمكن عين فترة من الفترات ممثلا عن وزارة الدفاع في مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة، لكنه ليس رياضيا. وهذه أحد المشاكل اللي تعاني منها الهيئة، وهذا سبب ضعف دور الهيئة. مع كامل الاحترام والتقدير أيضا لمجلس إدارة الهيئة، الطريقة اللي عين فيها مجلس الإدارة الأخير جعلت من مجلس يعني مكتوف اليدين، لأن معظمهم يعلم بأنه أتى بتوصية من فلان أو علان، الأطراف محسوبة على الحكومة أو محسوبة على مجلس الأمة، وبالتالي ما يريده المجلس وما تريده الحكومة أحيانا مجلس الإدارة يجامل أو حتى يتجاوز عن الأمور اللي الحكومة ومجلس الأمة يتجاوزون فيها على دوره. لذلك أنا أعتقد أنه الهيئة ليس لها دور على الإطلاق. الهيئة أداة بيد الوزير، بعكس ما هو منصوص عليه في القانون إنشائها، بأنها هيئة مستقلة يفترض أن تشرف وتدير أمور الرياضة. رئيس الهيئة الأخ أحمد منصور مغلوب على أمره بكل أسف. الأخ العزيز أبو طلال فيصل جزاف شهادتي مجروحة فيه لسبب بسيط، بأني عاصرت معظم الفترات اللي ترأس فيها منذ أن صدر مرسومة كمدير عام للهيئة العامة للشباب والرياضة إلى أن تركت أنا مجلس الأمة واستمر هو بمنصبه. أعتقد أحد الأسباب اللي دفع الثمن فيها فيصل الجزاف
ابتعاده عن الهيئة هي أن فيصل يعني لا يرضخ إلا للقانون، لا يرضخ لأشخاص. هذا ما أعرفه عن فيصل، يعني سواء من خلال معاصرتي له وعشرتي معه أيام ما كنت في المجلس، حتى بعدها بحكم العلاقة الشخصية بعد ما تركت أنا مجلس الأمة واستمر هو بمنصبه. كان هناك من يريد لفيصل أن يكون أداة، وأنا لم أعرف عن فيصل أنه يوم من الأيام قبل أن يكون أداة بيد أحد. لذلك قلت لك شهادتي مجروحة فيه، لكن هذه كلمة حق يجب أن تقال بحق الأخ العزيز فيصل الجزاف. الأمر الآخر، فيصل ابن الرياضة، فيصل بطل رياضي كبير، فيصل مثل الكويت لعقود في لعبة كرة الطائرة على المستوى الأندية المحلية وعلى مستوى المنتخب الوطني. فيصل ابن الرياضة، خاض انتخابات نادي القادسية، يعرف كل مشاكل الرياضة، بعكس مع كامل الاحترام والتقدير الأخ أحمد منصور اللي قلت لك قبل قليل بأنه بعيد عن الرياضة ومشاكلها وخفاياها ودهاليزها. هذا ما جعل من فيصل الجزاف متميز في هذا الجانب، وهذا ما نقص الأخ أحمد المنصور وجعل موقفه ضعيف بإدارة الأزمة الرياضية. فيصل الجزاف كان شخص ملتزم بالقانون، لا يسير أحد، سواء يعني في الفترة الأخيرة أو حتى منذ أن عين، بشهادة الجميع مو بشهادتي أنا فقط. أنا يعني لا أقول هذا الكلام حتى أتهم بأنه أحمد المنصور مسير. أحمد المنصور مغلوب على أمره، وهناك فرق بين مسير ومغلوب على أمره. مغلوب على أمره لأنه فعلا يعني عندما يواجه المشاكل لا يستطيع أن يضع لها حلول، لأنه ليس ابن الرياضة وابن الجسد الرياضي، لا يعلم خفاياها ولا يعلم أسرارها ودهاليزها، ولم يسبق أن احتك بالشخصيات الرياضية، ولم يعني يغوص في مشاكلهم. هذا يعني أعتقد أحد الأسباب الأساسية اللي تميز الإدارة السابقة عن الإدارة الحالية. لا، ما أعتقد حل الأندية الرياضية لن يزيد الأمور إلا سوءا وتعقيدا. ما هو الغرض من حل الأندية الرياضية؟ وأنا أعتقد الطامة الكبرى والكارثة الأكبر هو يعني المرسوم اللي صدر قبل فترة بسيطة بالتعديلات اللي أضيفت على القانون، اللي اختزلت كل الصلاحيات بيد الوزير، وعدلت من آلية التصويت بجعل التصويت بالأندية الرياضية بصوت واحد. وهذا في السابق كنا نقدر نواجه حنا المنظمات الدولية ونقول وبكل قوة بأن ليس من حق أحد أن يفرض على الكويت قرارات، لأن ليس هناك تدخلا حكوميا مباشرا بالشأن الرياضي المحلي سوى الإشراف المالي، وهذا حق للدولة طالما هي تصرف أموال تريد أن تعرف أين تصرف هذه الأموال اللي تدفع للأندية والهيئات الرياضية. لكن اليوم بعد صدور هذه التعديلات اللي وسعت من صلاحيات الوزير واختزلت كل القرارات بيده وعدلت آلية التصويت، لا نستطيع مواجهة المنظمات الدولية. هذا تدخل مباشر من السلطة، كيف سنستطيع مواجهته؟ يعني حتى هم ما جعلوا لهم صاحب يدافع عنهم. أتكلم عن مجلس وحكومة، لا نستطيع الدفاع عنهم اليوم. اليوم من يدعي بأن ليس هناك تدخلا حكوميا هذا إما جاهل بالتعديلات الأخيرة اللي تمت، أو أنه صاحب مصلحة أو يجامل الحكومة والمجلس. لا، هناك تدخل وتدخل مباشر. أن اليوم على الحكومة مراجعة حساباتها، لأن الخطوات اللي تتخذها الحكومة اليوم لا تدل إطلاقا على أن هناك نية لإصلاح الخلل القائم ورفع الإيقاف، بل إذا أنا بسيء النية بقول هناك من يتعمد من الحكومة والمجلس تعقيد الأمور وإطالة أمد الأزمة واستمرار الإيقاف الرياضي الكويتي. يعني أنا أعتقد الخلل بالأساس هو سوء الاختيار والمجاملة بالتعيينات، سواء في مجلس إدارة الهيئة أو حتى مدير الهيئة أو حتى الوكلاء، مع كامل الاحترام والتقدير لشخوصهم، هم أعزاء وأصدقاء ويعلمون يعني مدى الاحترام اللي أكلنا لهم، لكن نحن لا نجامل أحد. نعم، كان هناك في محسوبية ومجاملة بالأسلوب التعيين وباختيار الأشخاص، لا يوجد انسجام، بعضهم تنقص الخبرة الرياضية والإدارية أيضا، وبعضهم يعني الحكومة محملته جميل،
جميل انه اختير لهذا المنصب، جميل انه وضع بمنصب لم يحلم فيه اصلا، وبالتالي مضطر انه يتجاوز او يتغاضى او يعني يغض البصر عن بعض القرارات اللي يعلم بانها قرارات خاطئه واحيانا قرارات غير قانونيه من اجل الاستمرار والبقاء بمنصبه. وهذه مصيبتنا، يعني هذه مصيبتنا. التدخل الحكومي المباشر والمحسوبيه بتعيين القيادات الرياضيه هي سبب اساسي من اسباب دمار الرياضه. لا نحمل الطرف الاخر فقط مسؤوليه دمار الرياضه، لا، الحكومه تتحمل والمجلس يتحمل، وانا اعتقد اليوم المجلس والحكومه تتحمل الجزء الاكبر من عمليه التخريب المنظمه يعني والمتعمده للرياضه. هذا الطرف الاخر لا حول ولا قوه له، الان يعني مكتوف الايدي ويتفرج، وانا اعتقد قاعد يسجل نقاط على الحكومه. وهذا طبعا ما يعجبنا مو لان عندنا موقف من الطرف الاخر اللي هم يعني بس الاخ طلال الفهد ومجموعته، لا ابدا، ماكو شيء شخصي. لكن اللي ما يعجبنا انه اصبحت الرياضه بكل اسف ساحه مكشوفه، في السابق كانت يعني بشكل يعني او باخر يعني بالخفاء بالخشوه الدسي تتم الصراعات فيها، اليوم لا، ساحه مكشوفه للصراعات وتصفيه الحسابات وتصفيه حسابات ابناء الاسره وادخال القضايا السياسيه على حساب الرياضه. كلنا نعلم أن قضايا سياسية كبرى أثيرت على الساحة كان لها تأثير مباشر بفتح ملف الرياضة وتطبيق القوانين. ولا وينهم عن تطبيق القوانين في السابق؟ بح صوتنا، حوربنا، رئيس الهيئة السابق فيصل الجزاف حورب لأنه يبي يطبق القوانين على نفس المجموعة. ما كان في قضايا سياسية ضدهم ولا كان في تصفية حسابات، وعيال العم متصافين وإحنا الشعب الكويتي ناكلها. أما اليوم عندما حدث الصراع وأثيرت بعض القضايا السياسية الكبرى واللي الكل يعرفها، لا، أصبح الصراع مكشوف، وأصبحت اليوم الحكومة تتشدق بالقانون وتنادي بتطبيقه. وين كان هذا التشدق؟ وين كانت هذه المناشدات في السابق للطرف الآخر بتطبيق القانون؟ بكل أسف أقولها، يعني إذا استمر وضع الرياضة بهذا الشكل خلال اختيار القيادات ومن خلال استغلال سيء لتصفية الحسابات، لن تنصلح الأمور. ولا أنا متفائل برفع الإيقاف على الأقل في المدى القريب، لأنه ما في نية مخلصة للقضية، ولا في حتى رغبة حقيقية بخدمة الرياضة من خلال خلخلة هذا الملف ومحاولة حل القضية. هو يعني هيكل اللي وضع الوزير للهيئة العامة للشباب بالرياضة ينطبق عليه مصطلح رحمة الله عليه الدكتور أحمد ربعي، الهرم المقلوب. يعني أن يكون نائب رئيس الهيئة مستشار الوزير ومدير عام الهيئة عضو، فبكل تأكيد الهرم مقلوب. الهرم مقلوب. وقبول الأخ أحمد المنصور بهذا الوضع بالتأكيد مزعج ومؤلم، لكنه متوقع. مثل ما قلت لك، الأخ أحمد المنصور خارج الأجواء، خارج الوسط الرياضي، رجل مغلوب على أمره، قابل في كل القرارات، وهذا ما لا نقبله على الأخ أحمد، لكن هو قبل على نفسه ويتحمل، بل بالنهاية يعني صاحب الشأن قابل. لكن بكل تأكيد أنا أقول لك ما يحدث اليوم في الرياضة بكل أسف دمار. التخبط الأخير اللي حصل بسبب إدارة الملف من قبل وزير الشباب، كلنا يعلم. وإذا كان لي عتب فعتبي مو على الوزير، عتبي على مستشار الوزير الرياضي المخضرم الأستاذ اللي كنا احنا نتعلم منه، الأخ العزيز الكبير سليمان العتساني. يعني أحيانا عندما أرى هذه القرارات لا يمكن أن أتصور بأن إن سليمان العتساني هذه الشخصية الكبيرة الغنية بخبراتها تقف وراء هذه القرارات. مستحيل. لكن هذا بكل أسف ما حدث ويحدث. إن كان سليمان العتساني وراء هذه القرارات فمؤسف هذا الأمر ومستغرب، وإن لم يكن كذلك فأنا أطالب أخوي الكبير العزيز أن يحترم التاريخ اللي هو يملكه، اللي إحنا نحترمه، ويبتعد، لأن ما يحدث بالرياضة جريمة. ولا أتمنى أن يكون أحد المساهمين بهذه الجريمة علم ورمز رياضي كبير كسليمان العتساني.
يعني بكل أسف ما ينطبق على لجنة شباب الرياضة بمجلس الأمة ينطبق على باقي لجان المجلس وعلى المجلس بأكمله. هذا المجلس أنا رأيي فيه واضح ومعلن وصريح منذ أن يعني تم انتخابه، مجلس مغلوب على أمره، أيضا مجلس مسلوب الإرادة، وبالتالي هو موجه توجيه كامل من قبل الحكومة. وما يؤسف حقيقة في موضوع الرياضة تحديدا بأن إخوان عزيزين وأصحاب يعني تاريخ رياضي مثل الأخ عبد الله معيوف والأخ أيضا أبو أحمد عبد الله الطريجي أنهم يعني ينساقون وراء السلطة التنفيذية في كل ما تريد، وهم يعلمون تماما بأن ما يحدث معركة بين أطراف معينة يعرفونها جيدا، وما يحدث أصلا تصفية حسابات هم شركاء اليوم فيما يحدث. ولذلك أنا أعتقد بأن لجنة الشباب بالرياضة بمجلس الأمة مو فقط ما تمارس دورها، لا، ليس لها دور على الإطلاق إطلاقا. والدليل على ذلك أن كل القوانين اللي عرضت على مجلس الأمة ونوقشت في لجنة الشباب بالرياضة لم يستشيروا أحد فيها. من يريد للقوانين أن تخرج بصورة أقرب إلى المثالية يستعين بالرأي والرأي الآخر. أنا أتذكر عندما صدر قانون 5 على 2007 اللي كانوا الجماعة الآخرين رافضينه وسموه قانون تصفية حسابات والقانون شخصاني وإلى آخره. في ذاك الوقت أعضاء مجلس الأمة يعني استدعوا الكل، واستدعوا من هو ضدهم قبل من هو معهم، سواء من الأندية الرياضية والاتحادات مسؤولين رياضيين، واستشاروهم بالقانون وأخذوا ببعض ملاحظاته، وهذه شهادة على لسان خصومه بأن فعلا بعض الملاحظات اللي طرحوها مثلا أندية التكتل اللي تعتقد بأن هذا القانون قانون شخصاني، أو بعض الاتحادات أو رؤساء الاتحادات اللي يعتقدون بأن هذه قانون 5 على 7 مصمم ومفصل للانتقام منهم شخصيا، اعترفوا بأن هناك بعض الملاحظات اللي طرحوها أخذت بعين الاعتبار عندما وضع قانون 5 على 7. اليوم كل القوانين اللي صدرت سواء تعديلات أو قوانين أو تشريعات منفصلة لم يستشر فيها أحد إلا قلة من يريدوا هم سماع رأيهم، لا يريدون سماع وجهات نظر أخرى، لا يريدون الاستفادة من خبرات الآخرين، ولذلك صدرت قوانين معيبة ومشوهة. وهذا سبب استمرار أزمتنا، وهذا سبب بقاء الأزمة إلى اليوم على حالها، واستمرار الإيقاف سبب أيضا هذا التخبط والانفراد بالرأي، وانفراد مو لجنة الشباب بالرياضة بكل أسف. لجنة الشباب بالرياضة وأقولها بكل ألم أداة بيد الحكومة وزير الشباب. لذلك أنا أعتقد أن لجنة الشباب بالرياضة بكل ما فيها من خبرات رياضية، وخصوصا الأسماء اللي أنت ذكرتها اللي هم يعني إخوان عزيزين ونعتز فيهم وبتاريخهم الرياضي، هم مش دورها، وأصبحت أداة تستخدمها السلطة التنفيذية وأطراف بالصراع الرياضي متى ما أرادت. والدليل على ذلك يا أخي كلنا كنا نسمع عن الصوت الواحد، تعديل قانون الانتخابات في الأندية الرياضية وتحويل التصويت من تصويت لقائمة إلى صوت واحد فقط في الأندية الرياضية. اسأل أي رياضي وأي متابع كم مرة قدم وسحب في آخر لحظة. هذا دليل على شنو؟ أن لجنة الرياضة ليس لها رأي حاسم في هذا الأمر، وأنه هذا الأمر استخدم كأداة ضغط سياسي. قدم أكثر من مرة ولم يحسم أمره إلا بالتصويت الأخير قبل فترة بسيطة، بينما هذا الأمر مطروح منذ أكثر من يمكن سنة ونص. لذلك أنا أعتقد لجنة الشباب بالرياضة ليس لها دور إطلاقا. لجنة الشباب بالرياضة مغلوب على أمرها. لجنة الشباب بالرياضة أداة بيد السلطة التنفيذية وبيد وزير الشباب. يعني كثرة التصريحات سواء من الجانب النيابي أو حتى من الجانب الحكومي على لسان رئيس وأعضاء لجنة الشباب بالرياضة بمجلس الأمة وحتى على لسان وزير الشباب تدل على أن الجماعة ضايعين، لا يعلمون كيف سيستطيعون حل هذه المشكلة. وبالتالي دائما معروف من قل عمله زاد كلامه، وهذا ما حدث. الجماعة
غير مدركين بأن المشكلة تذهب إلى أبعاد خطيرة. الجماعة غير قادرين على وضع الحلول. فيما يتعلق بلجنة الشباب والرياضة كما ذكرت سابقا، هي لجنة مسلوبة الإرادة، حالها كحال المجلس أصلا، مجلس الأمة، وأداة بيد السلطة التنفيذية واللجنة أداة بيد وزير الشباب. وزير الشباب كذلك بسبب استفراده بالقرار، قرار الرياضي، قرار حل الأزمة الرياضية، أيضا هو شخص يتخبط تخبط غير معقول، وكثرة تصريحاته تدل على أن الرجل لا يمتلك رؤية. من يمتلك رؤية يعمل، ويعمل أكثر مما يتحدث. اليوم هو وفريق عمله يتحدثون أكثر مما يعملون. كثرة الوفود اللي سافرت جعجع دون أن نرى طحينا، سواء الوفود الرسمية اللي تمثل وزارة الشباب اللي ذهبت إلى سويسرا، أو الوفد الشعبي اللي يفترض أنه يمثل مجلس الأمم يمثل الرياضيين اللي ذهب إلى المكسيك، دون أن نرى نتائج على الأرض تدل على أن لا يوجد هناك رؤية. هي اجتهادات، واجتهادات بكل أسف غير صائبة، غير صائبة على الإطلاق. مو المشكلة أنك أنت ما تمتلك رؤية، مشكلة أنك تكابر وتعاند ولا تريد الآخرين أن يساهموا أو يساعدوك بوضع رؤية لحل هذه المشكلة. وهذا ما تعاني من المؤسستين، المؤسسة التنفيذية والمؤسسة التشريعية. الحكومة ومجلس الأمة لا يريدون لأحد أن يتدخل بالشأن الرياضي ويحاول حل المشكلة وحلحلة هذا الملف، بينما هم ذاتهم لا يملكون أصلا الحل. وهنا تكمن المعضلة والمشكلة الكبيرة.